السلام عليكم، ازيك عامل ايه؟ اهلا بيك في فيديو جديد من انسايد ذا بوكس. النهارده معانا بعض الاخبار العالميه اللي تخص الترانسفير ماركت. عايزين نعرف لعيب فين رايح فين وايه هي اخر الرومرز او الاشاعات اللي طالعه. من ضمن الاخبار اللي هنتكلم عليها النهارده هي كاسيميرو اول الراحلين عن المان يونايتد في ظل عمليه الاحلال والتجديد للفريق. اليوت اندرسون لاعب نوتنغهام فورست على رادار ليفربول. ارسنال بيحاول التعاقد مع كينغسلي كومان لاعب بايرن ميونخ علشان يحل محل المصاب ساكا. مان سيتي يعود للانتصارات وسط غضب جوارديولا بان الفريق لسه قدامه كتير عشان يرجع لمستواه. أول خبر معانا هو أنباء رحيل كارلوس كاسيميرو عن المان يونايتد. كاسيميرو كان جاي للمان يونايتد من فريق ريال مدريد ولحد دلوقتي ما قدمش المستوى المطلوب بالنسبه لواحد بحجم كاسيميرو كان في ريال مدريد مع المان يونايتد لحد دلوقتي. كاسيميرو لعب مع المان يونايتد السيزون ده 14 مباراه، مش كلهم اساسي ولكن جاب فيهم جون وعمل 5 اسيست. الجدير بالذكر يا صديقي العزيز ان كاسيميرو عمل تاريخه كله في ريال مدريد، فاز معاهم ب5 تشامبيونز ليج، كاس العالم للانديه 3 مرات، والدوري الاسباني 3 مرات، والسوبر كاب برضه 3 مرات. اما بقى المان يونايتد هو فاز ببطوله واحده بس كانت السنه اللي فاتت اللي هي الاف اي كاب. عيون السكاوتس بتاعت ليفربول رايحه مع لعيب عمره 22 سنه الميد فيلد بتاع نوتنغهام فورست اللي بيلعب في الدوري الانجليزي، واللي هو لو تفتكر معايا الحصان الاسود في البريمير ليج السنه دي. اللعيب اسمه اليوت اندرسون، هو انجليزي الجنسيه، كان بيلعب زمان في المنتخب الاسكتلندي ولكن حاليا بيمثل منتخب انجلترا، كمان لعب كام ماتش مع منتخب انجلترا تحت 21 سنه. اليوت لفت الانظار ليه جدا الفتره اللي فاتت ماتشاته مع نوتنغهام فورست في الدوري، وده اللي خلى عيون الفرق الكبيره تبقى عليه ومن اهمهم ليفربول. اليوت لعب مع نوتنغهام لحد دلوقتي 18 مباراه، عمل فيهم 5 اسيست. والعلم بالشيء يذكر اللاعب ده بيلعب ميد فيلد ديفنسيف وميد فيلدز اتاكينج. قيمه اللاعب التسويقيه على ترانسفير ماركت هي 24 مليون يورو، وزي ما قلنا لعيب لسه صغير، لسه عنده 22 سنه. وفي ظل سعي نادي ارسنال ان هو يلاقي حد يحل محل ساكا، عينه جت على جناح بايرن ميونخ كومان صاحب 28 سنه واللي بيلعب في بايرن ميونخ بقاله فتره، فاز معاهم ببطولات كتير منها الدوري 8 مرات وكاس العالم للانديه وغيرها من الالقاب. كومان جاي من يوفنتوس على بايرن، كان بيلعب قبل يوفنتوس في البي اس جي او باريس سان جيرمان. لعب مع بايرن السيزون ده 19 ماتش، جاب فيهم 4 اهداف وعمل 2 اسيست. فيا ترى المفاوضات دي هيكتب لها النجاح ونشوف كومان بقى مسند لارسنال، ولا بايرن ميونخ مش هيقبل الصفقه علشان ما عندوش البديل؟ امبارح فاز السيتي على ويست هام 4-1 او 4-1، وده تاني ماتش المان سيتي يكسبوا على التوالي، مما ادى امل للجمهور ان مان سيتي راجع وبقوه. والتصريحات دي بصراحه اغضبت بيب جوارديولا جدا. لما اتسال جوارديولا عن ان مان سيتي رجع لمستواه رد عليهم بجمله واحده بس: absolutely no. جوارديولا كمل ورد على السؤال وقال: انتوا بتحكموا بالنتائج ولكن شفتوا الاداء كان وحش جدا. وست هام كان عنده فرص كتير في الشوط الاول، وده مش المستوى بتاع السيتي اللي كان عليه قبل كده. السيتي حرفيا كان اقوى فريق في اوروبا. ما تفهمنيش غلط، انا مبسوط وعلى الاقل هنام مرتاح لحد الماتش الجاي اللي هو قدام سالفورد يوم 11. بس كده يا سيدي، هي دي الاخبار اللي كانت معانا النهارده، واشوفك الفيديو الجاي. بيس يا مان.